هلو بنات، اليوم حنسوي حلا خفيف ولذيذ اللي هو حلا البودنج جيلي. اوكي، البودنج جيلي حلا خفيف وسريع ومكوناته موجودة في كل بيت، 3 مكونات فقط ممكن تصنع الجمال ده. تمام، وحلو وبارد في الجو اللي عايشين فيه. طيب نبدأ بسم الله. أول حاجة نجيب ظرفين جيلي، نحط الظرفين جيلي، ومع الظرفين جيلي حنحط كوبايتين موية دافية وكوبايتين موية باردة. تمام، لازم موية باردة وموية دافية، موية حارة عفوا، عشان يتماسك الجل معاك سريع بصورة كويسة. تمام، والأهم من ده كله إنه نحن لازم نضرب الحبيبات، يعني ما نخلي فيه حبيبات طايرة، نضرب الجل بطريقة كويسة جدا جدا لين تذوب كل الحبيبات اللي موجودة فيه عشان يعطينا القوام اللي مطلوب. زين، تمام. هنا خلاص خلصنا الضرب، حطيته في الإناء اللي أنا أبي أسوي فيه، اللي هي الصينية بتاعت الجل اللي أبي أسوي فيها الحلا. تمام، طيب حطيته في الطفرية. الحين هحط الطبقة الثانية. الطبقة الثانية عبارة عن بسكويت، بعد ما إنه خليناه جيمس شوية وهدا، خطيته تقريبا نص ساعة في الثلاجة. تمام، هحط الطبقة الثانية عبارة عن بسكويت من دون أي شيء، لأنه أصلا الجلي لسه فيه شوية موية كده، في البسكويت هيشرب تلقائيا من الجلي. تمام، عملت الطبقة الثانية حليب مكثف، ممكن انتوا تعملوا مربى، ممكن تعملوا عسل، ممكن تعملوا اي شيء، بس هي الهدف منها شنو؟ انها حتمسك لنا الطبقة الثانية حقت البسكويت. عشان كده السكر اللي فيها بيلزق. انا صراحة عملت حليب مكثف هنا عشان يمسك لي البسكويت الصف الثاني. تمام، هنا بديت خلاص ارص البسكويت الطبقة الثانية، حرص كل الكمية الموجودة. تمام، واحاول اقفل شوية في الفتحات. طيب كده حلو، خلاص كده خلصنا تقريبا الطبقة الثانية. فحنبدأ عشان نعمل الطبقة الثالثة، والطبقة الثالثة هي عبارة عن الكريمة. شايفين الجمال ده؟ ده عبارة عن الطبقتين الأولى والثانية. هنجيب ظرفين كريمة وهحطهم، اللي هو كريمة دريم، وأحط معاه شوية موية باردة مثلجة، وأبدأ أضرب بالمضرب الكهربائي لين تبدأ تنفش. شوفوا الظرفين بدأت تنفش معانا، ما شاء الله الكمية بدأت تنفش تتزاد، ما شاء الله تبارك الله. مجرد ما بدأت تنفش كده نزيد شوية موية عشان تتكسر عندنا الكمية، فهمتوا؟ كل ما نزيد شوية موية كل ما الكمية عندنا تنفش زيادة، لحد ما خلاص احس ان الكريمة بقت متماسكة وجميلة وكده. تقريبا كده خلاص خلصت واتماسكت كل الكريمة. هاجي احطها فوق البسكوت. تمام، طيب هنا حطيت الكريمة فوق البسكوت، هبدأ اواسي واقفل كل الفتحات اللي موجودة. تمام، هبدأ اواسي الكريمة واوزعها على كل الطبقات حقت البسكويت. كده وزعت على البسكويت، هبدأ اواسي عشان تكون حلوة مع التزيين. خلاص كده لما تبدأ تتوازن كلها همشي ادخلها التلاجة، خليها شوية تمسك نفسها عشان اقدر ازينها. تمام، طيب بعد ما دخلتها التلاجة كده شوية، 10 دقايق 15 دقيقة الكريمة اتماسكت، حاجة اضيف التزيين. انا اضفت كورن فليكس في جزء، اضفت فيه كورن فليكس. تمام، ومع الكورن فليكس هضيف فوق حليب مكثف بس عشان تدي لذعة بتاع الطعمية. والجزء التاني عملت فيه شوكولاتة، اللي هي شوكولاتة عادية خام، ذوبتها في حمام مائي وزينت بها الجزء الثاني.
شوفوا يا بنات، شوفوا الشكل، شوفوا الإبداع، ولا الطعم خرافي. بس للأسف أني ما صورته الجزء بتاع التقطيع والأكل. شوفوا الشكل، شوفوا الشكل يا بنات، والله جميلة 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 وتنفع. جايك ضيف، محتارة تعملي حالة بارد للعيال، بصراحة تمزمز، حلوة، تجنن. جربوها يا بنات، وبالعافية علينا وعليكم، وخليكم مع الجمال ده. مع السلامة.